للاسف في عصرنا الحالي مفيش حد ما وقعش في طريقه شخص نرجسي اذاه، بس المشكله لما يكون الشخص ده في اقرب دايرك او يكون من اقرب الناس ليك، حبيبك، حبيبتك، صاحبك الانتيم، صديقه عمرك، ممكن يكون اخوك او ابوك او امك، وممكن يكون مديرك في الشغل. طب تعرف ازاي ان الشخص اللي قدامك ده نرجسي؟ دول 14 علامه تعرفك ان الشخص ده نرجسي، يكفي بس تلاقي نصهم وساعتها لازم تاخد ديلك في سنك وتهرب ايا كان موقع الشخص ده في حياتك. رقم 1، عدم التعاطف. أهم وأسوأ صفة بتعرفك الشخص النرجسي بسهولة كمان وهو عدم التعاطف. الشخص النرجسي شخص مش متعاطف أبدا، هو ملك تجاهل مشاعر الآخرين وعدم إبداء تعاطف مع أي حد، وعنده قدرة رهيبة على تجاهل معاناتك وألمك تماما. اولع قدامه لكن هو حاطط حاجز إزاز وبيتفرج عليك من وراه، وفاصل نفسه تماما عن مشاعرك وألمك ومعاناتك مهما كان قريب في حياتك، وانت تحاول توصل له قد ايه انت متألم او حزين او موجوع، في محاولة بائسة لاستجداء عطفه علشان يتعاطف معاك، يواسيك، تسمع كلمة كويسة على الاقل تطيب خاطرك. ولكن لا حياة لمن تنادي، هو فاصل نفسه تماما عن مشاعرك دي. النرجسي ما بيعرفش يتعاطف، ولو اتعاطف معاك ظاهريا بيبقى فيه وراها حاجة، بيبقى تعاطف ظاهري وراه استغلال المال مشاعرك وانت في الحالة دي، وساعات بيبقى نوع من انواع التلاعب، وده رقم 2. رقم 2، بيتلاعب بيك باسم الحب. النرجسي بيتعاطف معاك ظاهريا في حالة واحدة بس، لما يبقى ناوي يستغلك، فبيتلاعب بيك وبمشاعرك ويفضل يأكد لك طول الوقت انه عاوز مصلحتك، ويأذيك ويقولك عشان مصلحتك، ويألمك ويقولك عشان مصلحتك، وان اللي بيعمله ده عشان بيحبك، وبعدين يبدأ يفهمك انه الوحيد اللي بيحبك وبيقبلك بكل عيوبك علشان تحس انه الوحيد اللي فاضلك، وانك يا عيني ما تتحبش بس هو الوحيد اللي فاضل جنبك وانت محظوظ بوجوده ده. وهنا بقى تدخل في دايرة اذاه ويفضل يتلاعب بيك وهو بيأكد لك ان كل ده عشان بيحبك وان مفيش حد تاني هيحبك زيه، لغاية ما انت تحس انك ما تستحقش افضل من كده، فتتعلق بيه وتفضل في دوايره، يتلاعب بيك وكأنك ملكه. رقم 3، بيستمتع بمعاناة الآخرين. الشخص النرجسي بيستمتع بألمك، حزنك، وجعك، هزيمتك، بتديله إحساس بالزهو وبيبذل مجهود فظيع عشان يداري مشاعره دي. عمرك مثلا جيت تبلغ حد مصيبة حصلت لك واتفاجئت ان الشخص ده اترسمت على وشه ابتسامة كده لمدة ثواني، ابتسامة صفرة كده، وبعدها كشر وعبر لك عن حزنه، بس للأسف انت فاكر كويس قوي الكام ثانية اللي ابتسم فيهم في الأول، مع انه بعد كده هيحزن معاك وكمان اكتر منك، بس تمثيل. والله، وهيحسسك ان الامر ده كانه حصل له هو، وهيبالغ في تعاطفه المزيف. واحنا قلنا الشخص النرجسي ما بيتعاطفش، هنا بقى هيبالغ في تعاطفه المزيف لدرجة ان انت مع الوقت هتحس ان اللي هو بيعمله ده بيسود الدنيا في وشك اكتر، وده هدفه فعلا لانه فرحان في مصيبتك، لدرجة ان هو عايزك تعيش ألمها كل لحظة وما تنساهاش، بيفكرك كل شوية باللي انت فيه، مش بيحاول ينسيك، يفضل يفكرك كل شوية ويدوس على جرحك. وفين لما تدرك ان اللي بيعمله الشخص ده مش تعاطف، ده شماتة، وزي ما كان ستي وستك بيقولوا مصطلح كده، عامل زي العين الشمتانة. رقم 4، بيسقط عليك عيوبه وبيقلل منك. دايما الشخص النرجسي صياد، بيعرف مخاوفك وبيشتغل عليها عشان يظهرها اكتر وعشان تبقى قدامه قليل، بيدسلك السم في العسل دايما عشان يعرف يقلل منك او منك. فتسمعه مثلا بيقولك انت لو كنت بتركز بس كان ممكن حياتك تبقى افضل من كده، فده يخليك تتسائل هل انا استحق افضل من كده، ولا انا دلوقتي مش كويس وعندي مشكله في حياتي. تلاقيها بتقولك يا بنتي انتي زي القمر بس لو تخسي شويه هتبقي في حته تاني، فتحسي ان انتي مش عارفه هل ده معناه ان انتي كده حلوه فعلا ولا وحشه عشان تخينه، ويخلوك تحس ان صورتك الافضل عن نفسك بعيده. علشان كده هتلاقي دايما مدح الشخص النرجسي ليك في شوكه، في نغزه بتضرب كده في حته، في مكان يكون مؤلم بالنسبه لك، لانه بيبقى عامل زي الكلب اللي شامم خوفك وعارف مخاوفك وبيلعب عليها، عارف الحاجات اللي بتجرحك وبيلعب عليها بحرفنه، يمدحك وهو بيهينك في نفس الوقت، يشيد بمميزاتك ويدس في النص أسوأ عيوبك. تلاقي نفسك وانت معاه دايما شاكك في نفسك ومش مرتاح وهو حواليك. رقم 5، هو دايما على حقه ومش بيقبل النقد ابدا. الشخص النرجسي مش بيقبل النقد ابدا، ولا حتى النقد اللي في محله، ولا النقد البناء، ولا اللي بذوق، ولا اي نوع، ولا تقدر حتى تلمح له ان هو غلطان ولو بنسبه قد كده، مش ممكن تقنعه انه غلط ابدا. هو شايف نفسه دايما على الحق على طول الخط، عنده دايما مبررات لكل تصرفاته الغلط، ويويلك لو ما اقتنعتش بالمبررات دي غصب عنك هيهاجمك وهيتهمك ان انت اللي بتبالغ وان انت اللي عندك مشكله وما بتفهمش، وفجاه تلاقي نفسك ان انت اللي بتنتقد وبتتهاجم. هيفضل يهاجمك وبعنف لحد ما تقول جاي خلاص انت على حق بس حل عني. رقم 6، بيحاول يشككك في نفسك. الشخص النرجسي دايما بيحب يستمد قوته من اضعاف اللي حواليه، ويستمد ثقته من زعزعه ثقه اللي حواليه في نفسهم. لازم يدمر ثقتك في نفسك عشان يعرف يتلاعب بيك. هيحسسك او هيحسسك دايما ان هو بس اللي عاوز مصلحتك او مصلحتك، وان محدش بيحبك او بيحبك غيره، وانك كلك عيوب بس هو قابلها.
كتر خيره. فهتلاقي دايما كلامه او كلامها من نوعيه انت في عيوني احسن بكتير من الناس شايفاكي، انت احسن بكتير من اللي بيتقال عليك. والكلام ده بالطريقه دي كفيل انه يشككك في نفسك ويحسسك انك مش محبوب كفايه من اللي حواليك، وان الشخص ده الوحيد اللي شايفك كويس، فتحمد ربنا ان عندك شخص زيه. وهو في الواقع بيعزلك عن كل اللي حواليك وانت مش واخد بالك، علشان يعرف يتلاعب بيك صح لمصلحته. رقم 7، الشعور بالعظمة والاستحقاق. الشخص النرجسي عنده شعور بالاستحقاق عالي، دايما بيحس انه المفروض يتعامل بشكل افضل من الاخرين، لانه بيحس انه مختلف ومميز عن الاخرين، ودايما شايف ان اللي فيه ده قليل وانه يستحق افضل من كده بكتير، ودايما باصص اللي في ايد غيره وشايف ان هو يستحقه اكتر منه. بيشتكي دايما ان محدش مقدر اهميته الحقيقيه، وبيكون مبالغ في كل تصرفاته. تلاقيه دايما يقولك يوما ما هكون كذا وكذا وكذا، هكون اغنى واحد في العيله، هكون احسن واحد في صحابي، ودايما عنده تطلعات غير واقعيه. لازم دايما يحسسك انك محظوظ بوجوده في حياتك، لانه هو فعلا بيحس كده، بيحس انه كتير على اي حد. علشان كده دايما هتلاقيه بيتكلم عن نفسه كتير وعن انجازاته اللي ممكن تكون عاديه جدا اصلا، ولكنه بيسردها بطريقه مبهره تحسسك انه فتح حاجه ولازم تحب كلامه وتسمع قصصه. ده اجبار، لانه بيموت في لفت الانتباه. ودي النقطه الثامنه. رقم 8، الاحتياج الدائم للانتباه والمدح. الشخص النرجسي بيحب ياخد المدح ده حقن، لازم يكون متشاف بشكل كويس. كمان لازم العيون تبقى دايما عليه، لازم دايما يكون موجود ومتشاف افضل من الكل حتى لو بالكذب. ولو ما خدش الاحساس ده منك هيزعلك، ويا ويلك وسواد ليلك لو فيك ميزه عنه والناس عينها عليك وبتمدحك قصاده، هيحطك في دماغه وهيحاربك. لان ما ينفعش حد في دوايره يكون افضل منه وياخد العين منه، لان كل حاجه حواليه عباره عن منافسه، لازم هو اللي يكسبها غصب عن عين اي حد. رقم 9، اناني واستغلالي ومغرور. الشخص النرجسي اناني لابعد حد، دايما مصلحته اولا واخيرا. كل قراراته في الحياه بتصب في ناحيه واحده، مصلحته واستفادته بعيدا عن اي اعتبارات تانية. حتى لو القرارات دي هتأذي غيره مش مهم، مصلحته اهم، حتى لو على حساب الاخرين. لو حبيبك، ابوك، امك، اخوك، صديقك، شريكك في العمل، ايا كان شخص نرجسي، هتلاحظوا دايما انهم بيحطوا نفسهم اولا قبل الجميع. ولو محتاجك لازم يلاقيك ولازم تساعده، وده واجب عليك. طب انت لو احتاجته بيختفي، بيطنش، بيحسسك ان احتياجك ده مش مهم. ولو انت زعلت يزعل منك ان انت زعلت، بيشوف ان مش من حقك تزعل منه علشان بدأ مصلحته عليك. هو دايما بيحب يجيب اخر ما عندك وياخد على قد ما يقدر منك مصلحة، مش هيسيبك الا لو مصلحته معاك خلصت. وغروره بقى دايما مصور له انه الاهم، حتى في مشاكله اهم من مشاكلك. ولو حاولت تفهمه ان انت كمان عندك مشاكل هيحسسك بالذنب، لانك عاوز منه اهتمام. ازاي تعوز منه اهتمام؟ هو شايف دايما انه على حق، وانه من حقه يطلب من الاخرين، لكن الاخرين ما يطلبوش منه حاجه. رقم 10، بيكذب باستمرار. الشخص النرجسي بيعشق الكذب زي عينيه، كذبه من بقه بتطلع سهله وناعمه. هو دايما محتاج الكذب عشان يجمل صورته ويبالغ في امجاده وبطولاته الوهميه، ويبهرك عشان يدخل دايرتك او يجذبك لدايرته. ولازم كمان هو يكون محور الدايره دي، محتاج دايما يكذب في كل تفاصيل حياته عشان يعرف يبهرك ويحس كمان بالزهو انه افضل منك. الكذب هو وسيلته اللي بيستخدمها عشان ما يسيبكش تتفوق عليه ابدا في اي حاجه. لو قلت له انا زمان كسبت بطوله الجمهوريه في السباحه، هيقولك انا عديت المانش ولا اتبلتش، وهو اصلا بيخاف يستحمى في بانيو بيتهم لو مليان شويه. لو قلت لها انا عمتي جابت لي ساعه من فرنسا، هتقولك وانا خالي جاب لي واحده من سويسرا، وهي اخر ساعه معاها كان جايبها لها خالها لما نجحت في الاعداديه. دايما الكذب بيستخدم عشان يتفوق عليك او عليكي، علشان يطلع السلمه اللي بعدك يبقى اعلى منك درجه او 2 او 3 او 4. اصل ما ينفعش تكونوا على نفس المستوى، لازم هو يبقى فوق وانت تبقى تحت. ويا ويله لو حسسته انك فاهم انه بيكذب او بينخى عليك، لانك ساعتها هتشوف الغضب اللي على اصوله. رقم 11، الغضب. الشخص النرجسي يبان في الاغلب شخص هادي ولطيف، لكن يا ويلك لو اتضايق منك، لانه ما بيعرفش يتحكم في مشاعره بطريقه صح. واسوأ ما فيه بيطلع لما ما بياخدش اللي هو عاوزه. لو هو عايز يبهرك وانت ما اديتش اهتمام بيغضب، لو كذب وانت ما صدقتوش بيغضب، لو حس انك احسن منه بيغضب. وغضبهم سريع جدا لما بيحصلوش على اللي هم عاوزينه، ومش سريع وبس، ومؤذي لأبعد حد، لان كل الغضب ده تجاهك هيتحول لمؤامرات وخطط ضدك. لو انت مبسوط هيتفنن يحزنك، لو انت مميز هيتفنن ازاي يحط من قدرك، مش هيسيبك لما يطلع غضبه عليك ويحاول يجرك لاي خساره تبرد ناره. خلي بالكم، غضب الشخص النرجسي مؤذي لأبعد حد. رقم 12، بيتكلم بس ما بيسمعش. الشخص النرجسي وهو بيتكلم ما تسمعش منه غير انا 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 انا. افضل حاجه بيتكلم عنها هو نفسه، هو في حاله استعراض للانا على طول، عرض مستمر، وانت لازم تكون منتبه ومركز ومبهور والا يزعل، وده زعل وحش. هتسمعه وهو بيحكي الحكايه المره العشر، ومطلوب منك تنبهر، ما تركزش في التفاصيل لان كل مره هتختلف عن المره اللي قبلها، واوعى تقاطعه او تصلح له كلمه او تفصيله. تعال انت اتكلم بقى، مش هيسمعك. هو مش بيسمع غير نفسه وهو بيتكلم، لكن اول ما حد غيره يتكلم على حاجه تخصه بيعمل ميوت على طول، الا لو الحاجه دي فيها مصلحته لازم يسمعها. هيسمعك عشان يصطادك مش اكتر. واوعى تدخل معاه في جدال مين فيكوا على حق، لان لو وقفت على راسك في النهايه اي حوار هينتهي عند نقطه واحده بس، هو ان هو على حق
وكل اللي حواليه غلط. رقم 13 سطحي. الشخص النرجسي شخص سطحي، بيهتم بكل ما هو خارجي، عايش فين، بياكل ايه، بيشرب ايه، كله كلامه داير في الدوائر دي، اشترى ايه، هيعمل ايه، هيروح فين، هيجي منين. لازم في اي مكان يتواجد فيه يحسس اللي حواليه انه افضل منهم ظاهريا على الاقل، بساعته الغاليه، بجزمته الماركه، بالقميص اللي بكام الف جنيه. دايما بيحب يرسم نفسه بشكل مبهر ومميز، وللاسف طريقته دي بتوقع ضحايا كتير. لكن للاسف ورا الحاجات دي كلها مفيش شيء اصلي او يحترم. في تعبان مستني يلدغك مرة واثنين وثلاثة وانت مش دريان، لانك مستسلم ومتاخد بالصورة المثالية اللي هو راسمها. رقم 14 لغة جسده بتفضحه. الشخص النرجسي على الرغم من براعته في الكذب الا ان لغة جسده بتخدعه. لما بيكرهك او بيبقى عنده مشكلة معاك وانت مش عارف، وبيحاول يظهر لك العكس وبيمثل انه بيحبك وهو ممثل بارع، ولكن جسده بيقول لك الحقيقة. لو ركزت هتشوفها لما يهزر او تهزر معاكي بالايد مثلا، وتلاقي الوش بيبتسم، ولكن الضربة ولا القرصة بغل ووجعت بجد. هتلاقي ابتسامة متدارية في وشه وانت زعلان، وزعل مكتوم وانت فرحان. من الاخر بقى، الاشخاص النرجسيين عاملين زي المرض اللي بيمرض كل اللي حواليهم وهم عايشين. طب لازم الاقي كل العلامات دي في الشخص النرجسي عشان اعرف ان ده نرجسي؟ لا، يكفي بس نصهم علشان تعرف ان الشخص اللي قدامك ده نرجسي. بس في 3 مهمين قوي لازم يتواجدوا في الشخص عشان تقدر تقول بالتاكيد ده شخص نرجسي: عدم التعاطف، اوهام العظمه والاستحقاق، الاحتياج الدائم للانتباه والمدح. ال3 دول مهمين قوي، لو لقيتهم في حد بالتاكيد الشخص اللي قدامك ده هيكون شخص نرجسي. مش محتاجه اقول لكم انكم بمجرد ما تختبروا العلامات دي مع حد اهربوا. كانت معكم فيبي انور، السيناريستيه، ويومكم سعيد.